أين سيقام السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك؟ كلنا عارفين أو كتير مننا أنه سيقام في السعودية في الرياض، زي السوبر اللي فات بين الأهلي واتحاد العاصمة. ليه هيتلعب السوبر بتاع الأهلي والزمالك 2024 في الرياض؟ لأنه في اتفاق بين الاتحاد الإفريقي والجانب السعودي من خلال مذكرة تفاهم وقعت في أغسطس 2023 انه 5 سنين المسابقات الافريقيه هتتلعب في الرياض، وعلى هذا الاساس زي ما بقول السوبر الاهلي واتحاد العاصمه في الرياض. واتقال برضو انه سوبر السنه الجايه اللي هي السنه دي 2024 هيتلعب في الرياض، وبالتالي تم اعلان ان الاهلي والزمالك هم بطلي او بطلة الكونفدراليه ودوري الابطال، فهيتلعب في الرياض لمدة 5 سنين. دي المعلومات ودي البيانات اللي موجودة على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي. كام يوم سيد تركي الشيخ قال إنه مين قال إن السعودية طلبت استضافة السوبر الإفريقي. يمكن هذا الموقف يعني تم اتخاذه ولم يعلن عنه من بعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري اللي كان يفترض إنها تتلعب في الرياض، وحصلت مشكلة وما راحتش، فممكن يكون وقتها يعني تم الاتفاق او في قرار داخلي بكده يعني. لكن الموجود على صفحة الاتحاد الافريقي وفي الشارع الرياضي الافريقي ان المباراة هتتلعب في الرياض. طيب، اما وانه مفيش الرياض، اعتقد دي هتبقى ميزة كبيرة جدا جدا لكرة القدم المصرية وللرياضة المصرية، وانه المباراه الكبرى بين الاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا، واكبر ناديين من المحيط الى الخليج على الصعيد العربي يلعبوا السوبر الافريقي في مصر. بالتاكيد يعني سلعه بتروج نفسها، ممكن تحقق مكاسب ماديه وادبيه وسياحيه واعلاميه غير مسبوقه على الاطلاق يعني. وجت فرصة للأهلي والزمالك إن هم يعني يقدموا شكل مختلف للعلاقة بينهم للعالم كله، وتطلع مباراة سوبر 2024 هتبقى هي فعلا مباراة سوبر تاريخية، مباراة القرن الحقيقية. مش عايز استخدم الفاظ مجعلصة بقى القرن الحقيقية ومش عارف ايه وكان، لكن هي لا، هي مباراة ممكن تضيف كتير جدا لكرة القدم المصرية، تنظم بشكل رائع، تعدي بشكل هايل، تخرج بشكل رفيع المستوى. شفنا نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي تبقى حاجة زي كده. شفنا ماتش مصر وكرواتيا في العاصمة الإدارية تطلع كده، وتطلع كمان أحلى من كده. وبكده أعتقد إنه يعني زيتنا في إيدينا، والخير اللي هيجي وراه الخير يجي لينا، وتبقى كرة القدم المصرية بتتقدم بشكل عصري جميل، يعيد لكرة القدم المصرية هيبتها وحضارتها، ويرجع تاني البطولات الكبيرة لتنظم على أرض المحروسة كما كانت في الماضي. بساط الرياضة او البساط القوى الناعمه صعب جدا جدا ينسحب من المصريين، لان هم بابا القصه كلها. وبالتالي جه الاهلي والزمالك النهارده عشان يرجعوا لنا فرصه ثمينه انه تتلعب البطولات الكبيره في ملاعبنا. والمكسب مش مكسب مادي بس، اعتقد ان المكاسب بتبقى اكبر من كده بكتير، خصوصا في هذا التوقيت. فاهلا وسهلا من وجهة نظر الخاصة التي لا قيمة لها على رأي السيد شلبوكة. أعتقد إن ده هيبقى مكسب كبير جدا إن شاء الله أن يلعب الأهلي والزمالك في مصر وبين أحضان الجماهير المصرية. وأنا متأكد إن في ناس كتير جدا جدا هتيجي من بره عشان تتفرج عليه، لأن هي دي
كرة القدم، وهي دي مصر. وشكرا لحضراتكم.